رأيت يعني لربما أقول وأنت في غزة رأيت أشياء ما كنت أتوقعها، أفترض ذلك صحيح؟ منتشر كان قصة إنه بعض الشهداء تطلع منهم ريحة المسك، فكان أحد الممرضين يقول لي دكتور يعني ترى هذه حقيقة، يعني أنا تعرف يعني قلت يمكن هم في حالة حرب وكذا، فتعرف الواحد مثل ما تقول يخفف عن نفسه بإنه إنه يقول شميت ريحة المسك في الشهداء وكذا، فطبعا إحنا نتنمر على بعض هناك يعني كمزح يعني. قلت له أيوة صح 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 كذا يعني زين، ممكن نكمل شغل الحين. فبعدين بعدها أعتقد يومين أو ثلاثة قال لي دكتور هاني تعال. قلت له إيش فيه؟ قال تعال. أخذني عند كان وصل شهداء ومصابين، فتحنا بودي باج أو الكيس اللي يضعوا فيه الشهداء، شميت الريحة. ريحة مسك. تذكرها؟ أذكرها جدا. وبعدين قال لي زين الدكتور بس امسح على وجهه، يعني مسحت على وجهه وشميتها فعلا ريحة غريبة، يعني ريحة مش إنه عطر، ريحة ذكية جدا جدا تحب تشمها يعني، وتنبعث من شخص استشهد للفور. يعني واحد يقول لك زين يكون يحط عطر، وين عطور هناك اصلا؟ ما عندهم اكل ياكلوا، بيكون عندهم عطور. طبعا مش ريحة عطر، يعني ريحة ذكية جدا جدا، ما اني سمعت عنها، ما انه حكاية، لا بنفسي انا يعني شاهد عليها، يعني إنه هذه صارت. فهذه من الكرامات اللي عشناها هناك يعني. طبعا إذا تحدثت عن الكرامات اللي عشناها بناخذ وقت طويل يعني.